اهلا بيكم. معاكم الاستشاري العقاري المهندس احمد رضوان، الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات ARG. جالنا سؤال من احد متابعي الصفحه بيقول: السلام عليكم باشمهندس احمد، انا كنت هشتري في العاصمه الاداريه في 2019 وفي ناس نصحتني وقالت لي ان العاصمه فنكوش وهتحصل فقاعه عقاريه والاسعار دي هتنزل تاني، والنهارده لقيت تطور كبير في العاصمه وقلت الحق اشتري قبل الافتتاح، لكن لقيت الاسعار مضروبه في 2. نصيحتك اشتري ولا استنى؟ بالنسبه للسؤال ده، فيمكن السؤال ده ناس كتير قوي بتساله، لان انت مش لوحدك في الحته دي. ناس كتير قوي كانت عايزه تاخد خطوه في العقار سواء في العاصمه او مكان تاني وندمت. وايام جدودنا وابهاتنا كانوا بيقولوا انا كنت ممكن اشتري في مدينه نصر بكام جنيه الارض، وكان ممكن اعمل ايه واشتري عماره بكام، والنهارده ندمان. بعد كده ناس ندمت لما ما اشتريتش في التجمع وفي زايد، وبعده بدات الناس تندم النهارده اللي ما اشتريتش في العاصمه. الموضوع مكرر، ولكن للاسف في اجماع ان هو دايما في شخص بينصحنا، مش عارف هو بيجي منين، ولكن بينصحنا نصايح هو مش على درايه بيها. يعني شخص هو ملهوش دعوه بالمجال، او هو غير ملم بمعلومات او تفاصيل او الهيستوري بتاع المجال، وبينصح فيه او يقول لك العاصمه فنكوش او استنى في فقاعه، وهو مش عارف اصلا يعني ايه فقاعه. يعني احنا كنا اتكلمنا قبل كده في القناه هنا عن موضوع الفقاعه العقاريه وشرحناه بالكامل، ووصلنا لنتيجه استحاله حصول الفقاعه العقاريه في مصر. فبالفعل نصيحه يعني مبدئيا، ساعه ما تاخد نصيحه من حد خدها من اهل الذكر، زي ما ربنا قال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني ادي العيش لخبازه من الاخر. فانت علشان ما تندمش وتقول يا ريت الفرصه دي تيجي تاني، او الاسعار اللي كانت يا ريت لحقناها، او رجاء راي الاهل والاصدقاء والصحاب، الناس دي على راسنا، ولكن هم دول مش مجالهم. فانا احاول اسال حد خبره وشايف مستقبل فعلا، والراجل ده فعلا كلامه يحترم، وكلام قال كتير قوي كلام وحصل. راجل دارس السوق فعلا رايح فين، شايف فعلا مستقبل العقار او الاستثمار بشكل عام في اي مجال من المجالات رايح فين، واحاول اسمع له او احاول اتبع الخطوات اللي توصلني لاستثمار ناجح، علشان ما بقاش شبه مغيب. انا بشوف الظروف رايحه فين وبعملها، او بسمع نصايح الناس، اي واحد يقول حاجه بنفذها. ما هو الشخص ده لو ناجح فعلا في استثماره في العقار ما كانش ده حاله. يعني ما كانش قال لك فنكوش واقعد، لا، كان قال لك فعلا عاصمه فنكوش وروح منطقه كذا، روح تركيا، روح دبي، روح ايا كان منطقه معينه استثمر فيها، او بلاش العقار. يعني قال لك في خيار مختلف عن العقار، ويكون ده نجح، ولكن ما يكونش فلوسي مركونه الفتره دي كلها من 2019 ل 2022 فلوسي مركونه وقيمتها بتقل ومعامل التضخم عمال بيزيد، والنهارده فعلا مش عارف اشتري اللي انا كنت قادر اشتريه في 2019 ومفروض ادفع سعر الدبل. طبعا ناس كتير قوي بتصدق الكلام ده لما تسمعه من اشخاص مش اصحاب خبره، بسبب برضه في فيزيكال ايفيدنس او في يعني ادله ماديه فعلا قدامنا ان كل الاعلانات دلوقتي اميز واحسن وفرصه والحق فرصه لن تتكرر والكلام ده. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هو اغلبه غلط، فعلا اغلبه غلط، لان في فرص بتتكرر كتير مهما كانت ان هي فتره وهتروح، ولكن في فرص بتتكرر كتير. ولكن فعلا علشان يكون في فرصه حقيقيه، واي حد يجي لك فرصه يقول لك لا فرصه ولا حاجه، لا، هو شخص فشل ان هو يلاقي فرصه مناسبه بالنسبه له، فبيقول لك لا الفرصه دي مش مناسبه، او دي مش فرصه اصلا، او الكلام ده فيك، او ده كلام تسويقي. بعيدا عن الكلام التسويقي والتنظير، لا، في فرص وفي حاجات فعلا مميزه. يعني احنا لو اتكلمنا عن العاصمه الاداريه الجديده مثلا، دلوقتي فيها حوالي وليكن مثلا 250 مشروع او 300 مشروع. المميز منهم فعلا ممكن نقول ان هو حوالي 50 مشروع. طيب في ال 50 مشروع دول في 20% من الوحدات نقول ان هو دول فيهم 20% من الوحدات شديد التميز. ونقول 50 مشروع دول فيهم اللي هو الوحدات الشديد التميز دول نقول ان هم 200 وحده. طيب ال 200 وحده علشان نلاقي اللي حضرتك مناسب بالنسبه لك فيهم ممكن يكون 20%، ف20 من ال 200 حوالي 40. طيب علشان الاقي المناسب للبادجت بتاعت حضرتك 40 وحده في العاصمه الاداريه كلها، طيب كام وحده من دول هلاقيهم غير ان هم مناسبين كسعر، كدراسه جدوى، وكنقطه تعادل، وكقيمه ايجاريه، وكفيو، وحاجه تكون ماشيه فعلا على معايير اللي احنا بنقول عليها سواء في اي قسم من الاقسام، او نقول ان هو معايير اختيار الاداري ايه، او معايير اختيار التجاري ايه، او الوحده بتاعتنا تشتغل ازاي، او وحده تجاريه ازاي تكون محققه افضل ترافيك في المول ده. علشان نوصل له فعلا من ال20 دول لو لقينا وحدتين يبقى الدنيا كويسه جدا. طيب هل دي فعلا ساعه ما نلاقي في وسط العاصمه الاداريه كلها وحدات مميزه تكون مناسبه للسعر اللي حضرتك عايزه، وفي نفس الوقت مطابقه للمعايير، ومن مطور محترم بسابقه اعمال محترمه في ديستنيشن كويسه على شارع رئيسي بفيو كويس هتشتغل كامل تشغيلها،
وتكون هتستلم في استلام قريب مش استلام بعيد، وتحقق كل المعايير والشروط اللي احنا بنتكلم عليها بكل الاوراق القانونيه المضمونه، فاحنا لقينا وحدتين، فدول فعلا فرصه. طيب بالنسبه للوحدات اللي فعلا مميزه بالنسبه لحضرتك اللي هم 2 مثلا او قلنا بالكتير مثلا 4، هو في كام واحد زي حضرتك فعلا هو دلوقتي مهتم بالاستثمار وعايز ياخد الخطوه والبادجت بتاعته مقاربه للبادجت بتاعت حضرتك؟ طبيعي ان هو هيكون في ناس كتير، بالذات ان العاصمه الاداريه الجديده دلوقتي ترند، وما قبل الافتتاح كله متجه ان هو يستثمر فيها قبل ما السعر يعلى. وللاسف دايما يا جماعه بنلاقي ان الناس كتير قوي من كتر الحملات التسويقيه يقول لك كل الوحدات فرصه، المشروع تحفه، واجهات ليس لها سبق، بيمنت احدث انظمه البيمنتس او انظمه السداد، افضل سعر متر، اقل مش عارف ايه، اقل تحميل، كله كلام تسويقي، بس في ناس للاسف بتصدقه. وفي وسط جهل الناس ده هتلاقوا مستثمر ناجح، مستثمر بيفهم، شخص انفستر بيكون بيدور على الفرصه ولما يلاقيها فعلا يتجه عليها بشكل قوي جدا جدا جدا، يقدر في الوقت الحالي ان هو يتجه لحاجه تكون مناسبه بالنسبه له وتجيب له افضل عائد، ويستغل جهل الناس بيها. ليه جهل الناس بالمعلومات العقاريه؟ انا دايما بقول لحضراتكم ان السوق العقاري هو سوق مظلم، او سوق ممكن اسراره ما بتطلعش كتير، فالناس بره السوق العقاري مش عارفه كل المعلومات اللي حاصله في السوق العقاري، ولا تعرف المطور بيعمل ايه علشان ازاي يكسب، او ازاي ياخد الشيكات دي ويقدر يستخدمها بشكل قوي جدا ان هو يبقى كل اتجاهه ان هو يربح. ممكن مطورين ما لهمش سابقه اعمال لسه داخلين ويقولوا ان هم ليهم سابقه اعمال، وفعلا تشوف وليكن السجل التجاري والبطاقه الضريبيه بتاعتهم وتشوف مشاريع باسم السجل ده، تلاقي مشاريع، ولكن بالفعل السي في ده ممكن يكون شاريه او مأجره. فبالنسبه للسوق العقاري نفسه، بل في ناس في السوق العقاري نفسه هم مش ملمين بمعلومات السوق العقاري، بل هم ما يعرفوش فعلا مميز. ففي ناس اسمهم في السوق العقاري ولكن هم ما درسوش خبايا واسرار السوق العقاري اللي تعرف توصلهم ان هم فعلا ينصحوا حضرتك نصيحه بما يرضي الله تكون صح بنسبه 100%، او يجيبوا لك الحاجه المناسبه بالنسبه لك نسبه 100%، بعيدا بقى عن الكلام التسويقي المكرر واميز واحسن وافضل واقل سعر. يعني ايه اقل سعر واميز لوكيشن واميز؟ يعني ايه؟ ما هو كلام مش منطقي يا جماعه. يعني انا ينفع اخد باقل سعر اميز حاجه؟ ده مستحيل. طيب من اول مواصفات الانفستر الناجح بالنسبه لي او المستثمر الناجح ان هو يكون بيبحث، ان هو يكون بيدور، ان هو بيكون بيسمع اهل الذكر زي ما ربنا قال، او بيدي العيش لخبازه. فانا مقتنع ان كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي هم فعلا يا اما مستثمرين ناجحين يا اما ناس رايحه فعلا ان هم يبقوا ناجحين، لانهم بيبحثوا وبيدوروا وبيسمعوا وبيدرسوا الخطوه قبل ما ياخدوها. ففي الاغلب حضرتك بتكون مهتم بالعاصمه الاداريه الجديده ومشاريعها، مهتم بالاستثمار، فبتتفرج على الحلقه زي دي. ايا كان لو عايز تتابع كل حلقاتنا وتعرف اكتر تقدر تشوف اهم فيديوهاتنا في الوصف او في الديسكربشن، زائد انت تعمل سبسكرايب وتدوس على زر الجرس. ايا كان نقدر نرجع لموضوعنا دلوقتي. انا حرفيا ناس كتير قوي بتكون معايا بتكلمني منكم يقول لي انا عايز 1 2 3، ففعلا حد من مساعديني يتواصل معايا يجيب له 1 2 3، فبيجيب له اليونت اللي هو عايزها بالظبط بكل المواصفات اللي هو اتكلم فيها، ويعملوا عليها دراسه جدوى ويوضح له كل النقاط اللي فيها. فيقول له طب سيبني استخير، سيبني افكر، طب سيبني. تاني يوم والله العظيم تاني يوم تكون الوحده دي اتحجزت او راحت. وللاسف في الوقت ده مش بيلاقي حاجه نفس التميز ده، فيندم، فيتردد، فيقول لا انا مش هينفع اخد الخطوه دلوقتي، اصلا كنت لقيت حاجه مميزه احسن بكتير. طب انت مش هتلاقيها تاني. ما هو حضرتك لما تكلمنا وتلاقي حد بخبره اكتر من 10 سنين بيتواصل مع حضرتك، حافظ العاصمه الاداريه الجديده حته حته ومشروع مشروع ووحده وحده، ويقول لك دي انسب حاجه بالنسبه لك، ويقول لك المعايير اختيارها بالكامل من تفاصيل هندسيه لتفاصيل قانونيه المعايير، ويقول لك دي مناسبه للبادجت بتاعتنا، ويجيب لك فيها اكسبشن وسبيشال اوفر، ويقول لك دي مناسبه. بعد كده تقول له انا هنتظر افكر، ما طبيعي مش هتلاقيها تاني، ولا هتلاقي المساحه دي تاني، ولا السعر تاني، بل هتلاقي اشباه حاجات زي كده. فاللي انا عايز اقوله ان المعروض كتير، ولكن المناسب بالنسبه لك هو مش كتير، لان انت بالنسبه لمعاييرنا، معايير اختيارنا شديده الدقه، فاحنا علشان حاجه تعدي من معاييرنا فعلا وحدات قليله جدا 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 اللي نلاقيها فعلا مطابقه للمعايير والشروط، وكمان تكون مطابقه لمعايير حضرتك وشروطك من احتياجاتك والمقدم والاقساط اللي حضرتك عايزه والتايب اللي انت عايزه، فعلا هنلاقيه
مش كتير. طيب هبسطها لك دلوقتي. حضرتك لو عايز تدفع 300,000 جنيه مقدم و20,000 جنيه في الشهر اقساط وليكن على 8 أو 10 سنين، وعايز كمان ايجار الزامي فيه او ان احنا نضمن فيه الايجار، اولا عشان الاقي ايجار الزامي في الحي المالي ممكن الاقي مشروع او 2 بالكتير. لو لقينا ان هو عدد مشاريع دي لقينا فيهم مثلا المتاح وليكن 40 وحده. طب عشان الاقي من حضرتك من ال 40 وحده دول عدد وحدات يكونوا مطابقين للمعايير، يجيبوا اعلى ROI واعلى ROA وفي صفر السهم السعري ويكونوا مميزين فعلا، انا لو لقيت 4 أو 3 يبقى كويس جدا. طب من ال3 دول لو لقيت حاجه مناسبه للثمن اللي حضرتك عايز تدفعه او البادجت اللي انت عايز تستثمر بيه، يا ريت الاقي واحده. يعني نفسي الاقي واحده بالمواصفات دي في الحي المالي اقدر اوفرها لك. بعد كل الكلام ده احنا نخرج بقاعدتين. اول قاعده ان هو المعروض كتير ولكن المناسب بالنسبه لنا مش كتير. فانا انصح حضرتك بايه؟ انصح حضرتك انك تاخد خطوتك دلوقتي، لان مفيش اسعار هتنزل، استحاله، ده مستحيل. ولكن الاهم من ده وهي دي القاعده الثانيه، انك تختار العقار ده مع اهل الذكر، مع ناس بتفهم في المجال، ناس تختار لك حاجه صح، ان انت تبقى مع مستشار عقاري فعلا قوي وامين ويكون معتمد. وده دوري معاك انا والاستشاريين العقاريين المعتمدين من شركه ARG هنا في الشركه، ان احنا نوفر لك اعلى قيمه مقابل سعر، بعيدا بقى عن الكلام التسويق المكرر والتنظير، وبناء عن الكود الدولي المنظم نقدر نجيب لك اعلى قيمه مقابل سعر. في نفس الوقت بنعمل لك دراسه جدوى لاي يونت حضرتك عايز تاخدها او اي قرار استثماري هتاخده، وكل ده بخدمه مجانيه بنسبه 100% لو كلمتنا على الرقم الموجود قدامك على الشاشه على الواتساب، واحنا وفريق العمل هنكون في خدمتك 24 ساعة. دمتم مستثمرين ناجحين. شكرا لكم.